وإلى مصر، فقد انطلقت من دار القضاء العالي في العاصمة المصرية القاهرة تظاهرة حاشدة ضمت طلبة وسياسيين تقصد مجلس الشعب للتنديد بالحكم العسكري. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المتورطين بالأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا في العباسية. تقرير عمرو أبو جبل. من آلاف المصريين انطلقت من أمام دار القضاء العالي وهم في طريقهم الآن إلى مجلس الشعب، يدينون فيها سياسات المجلس العسكري في القبض على المتظاهرين السلميين. طالب دلوقتي انهم يجيبوا الطرف الثالث اللي احنا اثبتنا ان هو تابع للشرطه العسكريه وان هو اللي جايباه الجيش عشان خاطر المتظاهرين. احنا جبنا مجرمين وقتله ساهموا في محمد محمود وساهموا مجلس الوزراء وساهموا في العباسيه، جايبينهم منصورين جنب الدبابات وجنب ضباط الجيش. على طلب واحد هو الافراج عن المعتقلين، ولكن مطالب الثوره ما زالت مستمره. لابد من انهاء حكم العسكر باسرع ما يمكن في ظل ضمانات لهذا. احنا ما عندناش ثقه في العسكر، خلاص الموضوع انتهى. نازلين متضامنين عشان ولادنا اللي اتاخدوا مننا في العباسيه واللي اتذبحوا في العباسيه مننا يوم الجمعه. نازلين يقولوا طنطاوي الشباب دي كلها هتطلع. هذه كانت مطالب المتظاهرين في المسيره، وهم فئات مختلفه من الشعب المصري، منهم الاسلاميين ومشجعي كره القدم وحركات ذات توجهات ليبراليه. لكن ما دفعهم الى النزول حاجتهم الى قول كلمه لا. لا، كل الناس ماتت، حرام، كفايه كده، كفايه ظلم، كفايه. عايزه اوصل صوتي للدنيا كلها واقول لهم كفايه. اخواتي بتموت في العباسيه وفي التحرير، كفايه. ابني الصغير نازل عنده 5 اشهر عشان يقول حقي فين. كل الفتره اللي فاتت اللي بيحصل ده هو ترتيب من المجلس العسكري، هو اخرج كل حاجه. يوم المجزره اللي حصلت يوم الجمعه اللي فاتت دي كانت من اخراج المجلس العسكري. احنا مش عايزين دم. هنستمر نقول لا للمجلس العسكري وعن كل الانتهاكات اللي عملها، سواء في مجلس الوزراء سواء في شارع محمد محمود واخيرا في العباسيه. بنقول الاحداث دي لا، القهر لا، حريتنا هتفضل مستمره. احداث العباسيه اعتقل فيها الكثير من الشباب المصريين. المعتقلون ليسوا فقط من المعتصمين، بل كانوا ايضا من الاعلاميين والصحفيين وحتى اطباء العياده الميدانيه، وذلك يوضح بأن المجلس العسكري قد كشر عن أنيابه. نازل متضامن مع زمايلي طلاب طب وطلاب الصيدلة اللي تم اعتقالهم أثناء ما كانوا بيأدوا واجبهم في المستشفيات الميدانية في العباسية وفي جامع النور. مستشفى ميداني اتضرب، هتلر ما ضربوش قبل كده، هتلر ما ضربش المستشفيات الميدانية. هل يستجيب العسكري لمطالب هؤلاء؟ سؤال يحتاج لإجابة مرهون بها سكون الشارع المصري. من القاهرة، عمرو أبو جبل، قناة الفرات.